تخيلوا معي لحظة، ليلة عادية من ليالي مكة فجأة امتلأت بالنور. لحظة غيرت مجرى التاريخ كله، لحظة ميلاد إنسان ما مر مثله على الأرض. اليوم يا أصدقائي نحن مع ذكرى عظيمة، مع حدث غير حياة العالم كله، مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خلونا سوا نعيش رحلة قصيرة، كيف ولد، كيف عاش، والأهم كيف ممكن نعيش نحن اليوم على خطاه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في عام يسمى عام الفيل. أما عن اليوم بالتحديد فقد اختلف العلماء في تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعرفون أنه 12 من ربيع الأول، وهذا هو الرأي الأشهر، لكن بعض العلماء قالوا ولد في 8، وآخرون قالوا في 9، وحتى قيل في 10 من ربيع الأول. ومع هالاختلاف ما في خلاف إن مولده كان أعظم حدث غير مسار التاريخ. مولده ما كان حدث عابر، مولده كان إعلان بداية عهد جديد، عهد نور بعد ظلام طويل. النبي ما عاش طفولة سهلة، ولد يتيم الأب، وبعد فترة قصيرة فقد أمه كمان. عاش في بيت جده ثم في كنف عمه، ورغم كل هالأحزان كان قلبه مليان صفاء ونور. كبر صلى الله عليه وسلم وكان الناس يسموه الصادق الأمين، ما كذب، ما خان، ما ظلم، وكان الشباب في مكة يشوفوه قدوة. ولما صار عمره 40 سنة نزل عليه الوحي وحمل أعظم رسالة، رسالة التوحيد والرحمة. لكن الجميل في حياة النبي إنه ما كان نبي بس في المسجد أو وقت العبادة، كان نبي في البيت، زوج محب، أب حنون. كان نبي في السوق، صادق وأمين. كان نبي في المجتمع، رحيم حتى مع أعدائه. تخيلوا رجل يملك القوة ومع ذلك يقول لأعدائه بعد سنوات من الحرب: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأهم اليوم، إحنا كيف ممكن نعيش سنته؟ وكيف يكون حبنا إله مش بس كلام أو شعارات، بالحياة كاملة على خطاه؟ خلوني أقولكم خطوات عملية. أولاً في الأخلاق والسلوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أولاً الصدق، كان يلقب الصادق الأمين، فخلونا نكون صادقين حتى لو كان الصدق صعب. الأمانة مش بس في المال، حتى في أسرار الناس، في الدراسة، في الوظيفة. الرحمة حتى مع الحيوان. تخيلوا أنه قال عن امرأة عذبت قطة إنها دخلت النار بسببها. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه، فجاء طفل صغير اسمه أمامة حفيده وركب على ظهره وهو ساجد. النبي ما غضب ولا أبعده، بالعكس أطال السجود عشان ما يزعج الطفل. تخيلوا نبي الأمة القائد اللي عنده آلاف الصحابة يطيل السجود علشان طفل صغير ما ينكسر خاطره. هذا درس لنا، الرحمة مش كلام، الرحمة أسلوب حياة. ثانياً في الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله. مع خديجة رضي الله عنها أول من آمن به وأول من وقفت بجانبه. كان يذكرها دائما حتى بعد وفاتها ويقول: إني قد رزقت حبها. أي وفاء هذا! ومع عائشة رضي الله عنها كان يسابقها في الطريق. تخيلوا النبي الأمة القائد يلعب مع زوجته ويجعلها تضحك. هذا هو النبي الزوج المعلم الحنون. إذن اتباع سنته يبدأ من البيت، من حبنا لأهلنا، من احترامنا لهم، من صبرنا عليهم. ثالثاً في المجتمع. مع الجار قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مع المحتاج كان يعطي بسخاء حتى وهو قليل المال. مع المخطئ كما يصلح الخطأ بالرفق واللين، مو بالغضب ولا التجريح. رابعاً في العمل والدرس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه.
إذا ندرس بإخلاص ونبتعد عن الغش. إذا نشتغل بأمانة ونحترم وقت الناس. حتى لما ننشر شيء على السوشيال ميديا ننشر شيء نافع مش مؤذي. خامساً، في علاقتنا مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر، كثير الاستغفار، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فلما سئل: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورا. يعني العبادة مش بس فرض، العبادة حب وشكر. خلونا نحيي سنته بالبساطة: أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن ولو صفحة باليوم، دعاء قبل النوم. سادساً، في حياتنا المعاصرة اليوم عنا تحديات جديدة، سوشيال ميديا، ضغوطات، انشغال. طيب كيف نعيش سنته بها الزمن؟ لما نستخدم السوشيال ميديا لنشر الخير والابتسامة إحنا نحيي سنته. لما نضبط لساننا ونبتعد عن الغيبة والتنمر هذا اتباع حقيقي. لما نكون قدوة في شغلنا أو دراستنا أو بين أصحابنا نثبت أن امتداد لأخلاقه. إذن يا أصدقائي، المولد النبوي الشريف ما هو بس مجرد مناسبة نزين فيها الشوارع ونحتفل بيوم واحد، هو دعوة نوقف فيها لحظة ونراجع أنفسنا. هل نحن فعلا نعيش كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلونا نخلي هي الذكرى نقطة بداية جديدة. نحب أكثر، نسامح أكثر، نبتسم أكثر، ونعيش على خطى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا بنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.